مطران الضلال والتضليل حنا عطلة أو المعروف به خريستوفوروس المسلم يلي انفرض فرض من قبل ملك الأردن كمطران بالأردن. منشور له مقطع فيديو عم يخاطب فيه مرضى السرطان. ليكوا شو عم يقول. عصرنا القديس بايسيوس شو بحكي؟ بحكي شفت الفردوس وقديش لقيت فيه مرضى سرطان، مليان الفردوس من مرضى سرطان. شوفوا قديش المشهد هون مؤلم، وشوفوا المشهد السماوي قديش مفرح. الفردوس ملان من مرضى سرطان. الفرق بين تلاميذ الرب يسوع المسيح وهدول النماذج من الكهنة والمطارنة إنه تلاميذ الرب بيحطوا إيديهم على المرضى بيشفون باسم الرب يسوع، بيعملوا معجزات وشفاءات وآيات وأعاجيب، وصولا إنه بيقيموا موتى باسم الرب يسوع المسيح. أما هدول النماذج من الكهنة والأشكال من المطارنة هنن بيحطوا إيديهم على الناس بيسرطنوا. الروح يلي عليه بيضرب كل مين بيفوت على كنيسته ويلي بيتناول من إيديه بالسرطان، لحتى مضطر يطلع بفيديوهات تخدير يحط فيها موسيقى لحتى يجر المرضى بعواطفهم بعيدا كل البعد عن الإيمان، مثل أي شيخ مسلم طالع يخدر وينيم الهالكين والمبتلين بالشرور ويقول لهم الله بيحبكن، هي اسمها حسن خاتمة، انتو إلكن الجنة. إن الله يكتب لعبده مكانا في الجنة لا يصلها بعمله، فيبتليه الله في الدنيا بالأمراض والهموم والأوجاع حتى يصل إلى هذه المكانة. هاد شيخ مسلم وهاد كمان بس غيروا له تيابه، بس نفس المضمون نفس الطريقة، ما بيفرقوا عن بعض بولا شي، ونفس التبعية كمان. أما بالنسبة للمرض فبيخبرنا كتابنا المقدس اللي هو أساس إيماننا وبوصلتنا كمسيحيين سواء بالعهد القديم أو بالعهد الجديد، بيخبرنا نفس الأمر، إنه المرض لا هو بركة، لا هو نعمة، لا هو شهادة، ولا مثل ما كتار من كهنة العار وكهنة الضلال بيروجوا إنه مع جروحات المسيح، مع آلام المسيح، هاد صليبك، هاد كله كذب. بيخبرنا الكتاب المقدس إنه المرض هو شر، ولا تتخلص من هالضربة يلي عليك بتكون بالتوبة وبإنك ترجع للرب الإله الحق، توقف ممارسات غلط، عبادات غلط، أي أمر عم تعمله بغيظ الرب الإله وضد كلام الرب الإله. وسبق وأمنا ماجي عملت حلقة عن الأمراض شرحت فيها بالتفصيل وبالدليل وبآيات من الكتاب المقدس سواء من العهد القديم أو من العهد الجديد عن الأمراض. لأنه اليوم لما بتقول أنا بعبد المجرب بالمرض فأنت بتعبد الشيطان، لأنه المجرب بالمرض هو الشيطان. بيقول الكتاب عن الأمراض والأوجاع والمشاكل اللي بتصير مع الناس، بيقول بلايا الصديق كثيرة ومن جميعها ينجيها الرب. إذن هل المؤمن بيمرض؟ أي طبعا بيمرض، وبيمرض كثير يمكن أكثر من غيره، ولكن من كله بينجيه الرب. هي الدليل أنه هذا صديق، هذا إله معه ما تخلى عنه. أما لما بده يكمل المرض لعلي لسنوات طويلة وآخر شيء يموت بسبب هذا المرض، لا صار في إشارات استفهام كتير لحتى تكون إشارة من الرب الإله لأتباعه وللي حواليه لعيلته ليصحوا على حالهم لطريقة عبادتهم. فهو بيحفظ أجسادنا مثل ما بيحفظ أرواحنا. بيقول لك من الولادة للمشيب أحملك، هيك الرب، هي وعوده لأبنائه. بالنهاية لا تسمحوا لحدا يضللكم، لا تسمحوا لحدا يجركم بعواطفكم بعيدا كل البعد عن الإيمان، لا تسمحوا لقوبة كهنة ومطارنة إنه يضللوكم اللي هن أصلا معينين من قبل مخابرات ودول، مثل هذا صبي الملك خريستوفوروس يلي أصلا لا الروح القدس معينه ولا شيء، يلي معينه ملك الأردن لحتى يسلموا الوصاية على المقدسات المسيحية الموجودة بالأراضي المقدسة، وكأنه المسيحيين قاصرين بدهم مسلم وصي عليهم. لا تسمحوا لمثل هدول يضللوكن. لك بالفيديو تبعه آية واحدة ربع آية ما قدر يجيب، لأنه أصلا ما في هيك شي بالكتاب المقدس، مضطر يخترع اسم لحتى يضللكن لأنه بيعرف ما حدا رح يرجع ويدور وراه. ولا تسمحوا لحدا يضحك عليكن ويقلكن إنه زمن الشفاءات والمعجزات والأعاجيب هاد بس كان على أيام الرسل. كذاب، هو يلي ما عليه الروح القدس. الرب يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو طبيبنا الشافي، هو رب المعجزات والشفاءات، هو يلي باسمه بتقوم آيات ومعجزات وأعاجيب. وهذا مو مجرد كلام،
نحن بكنيسة الرب يلي بتضم أكثر من 2000 شخص شهود على معجزات وشفاءات بكل مرة، بكل مناولة منتناولها من إيد ابنة ماجي، وبيكونوا الإخوة حاطين طلبات شفاء وطلبات صلاة، بفوتوا بعد المناولة وبيشهدوا على عمل ربنا العظيم، على الشفاء يلي حصل لهم، على المعجزات يلي صارت. ورح أعرض لكم وأختم معكم بشهادة لأحد الإخوة يلي كان مريض وشفي. بعد ما قضيت حياتي من جيل صغير أصلي المسبح الوردية ومسبحة القديسين، كانت أكبر طعنة لإلي إني أتقبل إني أتلقى مرض سرطان بهالشكل المخيف، اللي كان عندي كتلة 17 سنتي بالميدياستينوم، ناقلة 5 سنتي للكبد، وناقلة كمان لتحت الأباط والرقبة. بس بالصلاة باسم الرب يسوع المسيح نلت الشفاء. انطلب مني بنص العلاجات اني اعمل فحص وشوف تطور السرطان بجسمي، فعملت فحص بنص العلاجات واكتشفت انه السرطان راح كليا من جسمي. المجد والشكر للرب الإله على شفائه لإلي. باسم الرب يسوع المسيح أنا نلت الخلاص.